يتأمل وينظر بعيدا نحو السفن التي غارت وولت بماضيها المجيد، بقيت أطلالها في سواحل الأعشاب تغري صبيتها، أن بحارتها الغائبين يسكنون بين هذا العشب ورمل البحر. سنابس من ماض مجيد إلى حاضر زائر، ترفع عشراتها من جديد وتعد بيوم عيد سعيد. اليوم أنتم مع تقرير عشرات سنابس بالدوخلة. واحدة من أندر السفن الخشبية والتي مخرت البحر يوما وخاضت غماره، اليوم بعد رحيل ربانها وبحارتها يعكف جمع من خبراء السفن الخشبية على إحياء ماضيها وزفها إلى جمهور زوار مهرجان الدوخلة لهذا العام. عيسى المبشر واحدا من متطوعي الدوخلة ومن خبراء السفن الخشبية والشراعية في الخليج سألناه عن دوره في عمله التطوعي وقال: عيسى المبشر معك من أهالي سنابس، تطوعنا في صيانة اللنج مع الإخوان ومع الأصدقاء أبو ياسر وعيسى يعقوب وعبد الله الحبيل، فيقومون كل سنة بمساعدتنا لأجل إعادتها وتأهيلها ليعشق فيها الزوار في المهرجان سنويا. وهذه طبعا السنة صيانتها غلبت وايد بسبب ان تعرضت لحريق وتعبتنا شوي في الصيانة، لكن من شان اهالي سنابس والزوار اللي بيجوا من برا يسلم كل شيء ما بهم. السنبوك هذا وشغلة السنبوك هو الأساس قام على عياد المبشر، توفيق المبشر وعيسى المبشر وعيسى يعقوب، هم الأساس الحقيقة، هم اللي قاموا العمل الشاق يعني كله، صيانته من بداية العام إلى السنة كله تشوف الصيانة هذه من أصباغ إلى خشب إلى مسامير إلى دهنة إلى تشوين، هم العمل اللي قام عليهم. وفي ناس متطوعين يساعدوا لهم عيال المبشر، هذا شيء واجب على كل إنسان يعني من أهالي سنابس أو غير أهالي سنابس، وهذا تطوع ما حد يقول فيه أي حاجة يعني. في اللي تشوفه يعني الحين اللي يشتغلوا عليه كلهم يحبوا يساعدوا يعني ويحبوا يقوموا بالعمل، بس العمل الآن حاليا أكملوه يعني بشكل لايق يعني وما حد يتكلم فيه أبدا. عيسى اليوم سعيدا بإنجازه، فهو يرى ماضي الترابط والأواصر ما زال مجتمعا بين أفراد المجتمع بأداء واجبهم التطوعي.